في 5 عادات بسيطة جدًا لو بتعمليهم طبيعي تحسي إنِك مرهقة طول اليوم حتى لو ما عملتيش أي حاجة. بس خلّيني أقول لِك حاجة في الأول، لو أنتِ دايمًا بتحسي طول اليوم إنِك تعبانة، مش مركّزة، مش طايقة تبدأي أي حاجة، ده مش كسل، غالبًا في شوية عادات بسيطة كده أنتِ مش بتاخدي بالِك منها، بس هي بتسحب طاقتِك وأنتِ مش واخدة بالِك. خلّينا نمشيها خطوة، خطوة. أول عادة بنعملها كلنا ودي غلطة مجرد ما باعملها أول ما باصحى من النوم بتضيّع اليوم كله، إنك أول ما تصحي بتفتحي الموبايل على طول، أول 10 دقايق في يومِك دول اللي بيحددوا طاقتِك لبقية اليوم، فلما أول حاجة تشوفيها تفتحي فيس مثلًا والّا إنستا، تشوفي مشاكل الناس، أخبار، تعملي مقارنات بقى مع الناس اللي بتخرج واللي مش عارفة مين بيعمل إيه ومين بيعمل إيه، مخِّك بيدخل وضع دفاع قبل ما حتى تفوقي، أنتِ لسه ما خدتيش نفسِك بس استهلكتِ طاقة. مش باقول نقفل الموبايل خالص، بس خلّي أول شوية وقت ليكِ، لو هتعملي journaling تكتبي الto do list بتاعتِك، هتعملي أي حاجة بس تكون ليكِ، المهم ما تفتحيش التليفون أول ما تصحي. تاني عادة إنِّك عايشة طول اليوم وأنتِ شايفة نفسِك مقصّرة، مهما عملتِ دماغِك بيقول لِك لسه كان المفروض أعمل أكتر، ليه ما عملتيش كذا، ليه نسيتِ تعملي كذا، ليه كسلتِ تعملي كذا، فالجلد المستمر ده بيستهلك طاقة أكتر من أي شغل، أنتِ مش آلة وكونِك بتكمّلي رغم التعب ده في حد ذاته مجهود. تالت عادة إنِك مستنية تحسي بطاقة عشان تبدأي، ودي حاجة يعني حرفيًا معظمنا بيعملها، إن أنا مش هاعمل حاجة، مش هاذاكر النهارده، مش هاشتغل غير أمّا أنا أبقى عندي طاقة وأحس بشغف إن أنا أعمل، بس الحقيقة اللي ما حدش بيحب يقولها إن الطاقة بتيجي بعد الحركة مش قبلها، كل مرة تستني الإحساس الصح، الوقت الصح، أنتِ كده بتضيّعي فرصة كانت ممكن تبقى حاجة كبيرة جدًا بالنسبة لِك. ابدئي بأي حاجة حتى لو صغيرة ومش كاملة. رابع عادة إنِّك بتقولي على حساب نفسِك، بتوافقي وأنتِ مش قادرة، بتسمعي وأنتِ مستنزفة، وبتتحمّلي أكتر من طاقتِك. الحدود مش أنانية، الحدود دي حماية ليكِ قبل ما تكون حماية لحد تاني، وأكتر ناس طاقتها بتخلص هم اللي عمرهم ما قالوا لأ ولا عرفوا يقولوا لأ. خامس عادة إنِّك دايمًا في وضع الاستعداد، مخِّك شغال 24 ساعة، اللي هو هاعمل إيه، طب لو حصل كذا، طب وبكرة، وطول الوقت قلقانة من اللي هيحصل أو بتفكّري في حاجات في الماضي. فالقلق المستمر ده بيسحب طاقة حتى وأنتِ نايمة. الحياة مش محتاجة كل الاحتمالات تتحسب، محتاجة خطوة واحدة بس دلوقتي تعمليها. وفي الآخر لو حسيتِ إن واحدة من العادات دي عندِك ما تجلديش نفسِك، الوعي هو أول خطوة، مش مطلوب منِك تغيّري كل حاجة مرة واحدة، كفاية تختاري عادة واحدة بس هنسيبها ونحط مكانها عادة أفيد أو عادة بالنسبة لنا هتبقى أفضل وتفيدنا على المدى البعيد.